السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات تقدر تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل يوم جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك أحدث التطبيقات المحلية والعالمية زي تطبيقات العقارات أو تطبيقات السيارات، أو نعرفك التطبيقات اللي بتسرق بياناتك أو تطبيقات التعارف. والنهاردة هنتكلم عن تطبيق 1000 سنة في اليوم. التطبيق ده واخد تقييم 4.6 وده بيدل على رضا المستخدمين عن التطبيق. حجمه 38 ميجا بايت. عدد عمليات التنزيل للتطبيق ده أكتر من 1,000,000 عملية تنزيل للتطبيق. التطبيق ده بيتكلم عن إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقدر تلاقي 1000 سنة في اليوم تطبق منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أهم حاجة المسلم بيعتني فيها في حياته، من أذكار الصباح والمساء ومن العادات والعبادات التانية علشان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. التطبيق ده بيعرفك عادات وعبادات النبي في أكله، في الأكل وفي النوم وفي التعامل مع الناس وفي الدخول وفي الخروج. في كل عادات النبي والصحابة رضي الله عنهم هتلاقيها في التطبيق ده. التطبيق ده كمان فيه أذكار الصباح والمساء، وفيه خاصية وتقدر تضيف أي صوتيات أو تنبيهات للتطبيق. التنبيهات ما بتشتغلش في التطبيق ده لما يكون فيه مكالمات، يعني مش هيسبب لك إزعاج. تقدر تضيف أكتر من 80 تذكير صوتي، والبرنامج ده متوفر باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية وبلغات كتير لمسلمين العالم. تقدر ان انت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الموجودة على التطبيق. 1000 سنة في اليوم الواحد تقدر تطبقها، وشوف بقى كم الحسنات اللي ممكن تاخدها. عندك أذكار الصباح والمساء ودليل أذكار وأوقات الصلاة وآيات قرآنية كمان وأحاديث شريفة. تقدر تضيف التنبيه اللي انت عايزه والذكر اللي انت عايزه في أي وقت انت هتحتاجه. إذا كنت بتحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعايز تقتدي بيه وتتبع سننه اللي موجودة على التطبيق، ياريت تحمل التطبيق. أتمنى أكون وصلت التطبيق بشكل سهل ومفيد، وياريت كل واحد يقول تجربته الحقيقية بعد ما يحمل التطبيق في التعليقات عشان الكل يستفيد منه، سواء كانت تجربة إيجابية أو تجربة سلبية. ولو في اي تطبيق مش موجود على قناتنا وحابب ان احنا نتكلم عنه، ياريت تبلغنا بيه في التعليقات علشان نوصله ليك بشكل افضل وبطريقة سهلة وبسيطة. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس.